السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طواجن هتنافسي بيها أكبر المحلات اللي بتعمل الطواجن دي، وهي عبارة يا جماعة عن طواجن لحمة الراس. وطبعا لو ما بتحبيش لحمة الراس بعد الفيديو ده هتبقي أستاذة في عمايلها وهتحبيها كمان. شايفين يا جماعة شكلها اللهم بارك، حاجة كده تفتح النفس. وهنعملها بقى بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير كمان يعني مجهود كتير. وقد ايه بقى يا جماعة، كل اللي هياكل منها هيحبها وهيقولك انت عاملاها ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وزي ما بقولك مقاديرها موجودة عندنا في البيت، ولو مش بتحبيها ان شاء الله بعد الطريقة دي هتحبيها جدا جدا. شايفين شكلها؟ يعني هي بتتكلم عن نفسها. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله صلى على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة انا عندي هنا يا جماعة كيلو من اللحمة الراس، بتيجي كده من عند الجزار بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين شكلها بقى؟ يعني لسه لا غسلتها بقى ولا عملت فيها اي حاجة، بس برضو جاية يعني حلوة مش وحشة. بمسك بقى يا جماعة كل قطعة كده وببدأ انضفها كويس بالسكينة، واحدة واحدة كده بالشكل ده، لحد طبعا لو فيها اي حاجة بقى بقوم شايلاها بالسكينة لحد ما تبقى نظيفة بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. طبعا اي بقى حاجة مش عاجباكي فيها، اي حتة كده قطعة فيها مش كويسة، بتبدأي بقى تشيليها بالسكينة بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين بقى؟ اهو كده تمام. وطبعا بقى بخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، باخد حتة حتة كده وابدأ انضفها بالسكينة. اي حتة كده مش عاجباكي ببدأ اشيلها بالشكل ده كده يا جماعة. بعد كده بقى هاخدها معايا واغسلها بقى غسلة حلوة تحت الحنفية بالشكل ده كده. بعد كده بقى كان معايا هنا حلة على النار، حطيت فيها مية سبتها تغلي كده. طبعا غسلت بقى اللحمة بتاعتي كويس، هبدأ كده انزل باللحمة بتاعتي بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين؟ ويا دوبك بس هتغلي كده غلوة واحدة معايا في المية دي، يعني حوالي بس 5 دقايق. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هسيبها بقى يا جماعة لحد ما تغلي كده غلوة كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا ما حطيتش بقى لا بصل ولا اي اضافات بقى لاني هتخلص من المية دي. شايفين بعد ما غلت كده معايا غلوتين اتنين بالشكل ده كده يا جماعة، وطلعت بقى الريم بتاعها كده على الوش بالشكل ده كده. هبدأ بقى اخد اللحمة بتاعتي بقى واصفيها من المية دي تماما. وطبعا ما تسيبهاش كتير علشان ما تشربش من المية دي. كده بعد ما صفيت اللحمة بتاعتي من المية وخرجتها كده يا جماعة، ببدأ بقى اخد كده كل قطعة وابدأ كده احوش بقى الحتت دي كده بالسكينة بعد ما اخدت معايا الغلوة. شايفين؟ بتطلع بقى معاكي بكل سهولة. يعني اي حاجة بقى عاوزة تنضفيها في اللحمة هتنضفيها بكل سهولة بالشكل ده كده يا جماعة. وطبعا الجلد ده ما كانش هيطلع معاكي قبل ما تديها الغلوة اللي اديناها لها. وبعمل بقى كل القطع اللي عندي بالشكل ده كده، شايفين؟ لحد ما كلها بقى تبقى لحمة ما فيهاش اي جلود او اي حاجة خالص. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة يا جماعة. وبعد كده هاخد بقى اللحمة بتاعتي وهبدأ اقطعها لقطع كده زي اللي هنشوفها مع بعض ده. شايفين عاملة ازاي؟ يعني اللهم بارك، كانت اللحمة حلوة جدا جدا. وشايفين مجرد غلوة واحدة بتتقطع بقى معاكي بكل سهولة. هقطع بقى اللحمة بتاعتي كلها لمكعبات بالشكل ده كده لحد طبعا ما بخلص الكمية كلها. والطريقة دي بقى يا جماعة هتخلي اللي ما بيحبش لحمة الراس يحبها ان شاء الله.
وطبعا لو ولادك بقى مش بياكلوها بعد الطريقه دي كده وعملتها لهم في الطواجن مش هيعرفوا اصلا ان هي لحمه راس. خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه بعد ما قطعتها قطع بالشكل ده كده يا جماعه. بعد كده بقى هنروح على البوتاجاز. عندي بقى هنا حله حطيت فيها شويه كده معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه. هيسخنوا بس معايا كده يا جماعه بالشكل ده كده. بعد كده قطعت بقى كميه كده من البصل، حوالي بصلتين كبار او 3 يعني براحتك خالص. وهبدأ بقى اشوح البصل بتاعي بالشكل ده كده في المادة الدهنية اللي حطيناها. هشوحه بقى كده لحد كده يعني مش هياخد لون ولا حاجة، دوبك بس ياخد معانا تشويحة حلوة كده بالشكل ده. بعد كده معايا كمان معلقة توم مفروم صغيرة هنزل بيها برضو اشوحها مع البصل. وعاوزة اقولك بقى الخلطة بتاعتنا دي جميلة جدا جدا. شوحت التوم مع البصل بالشكل ده كده لحد كده بس ما ريحة التوم تطلع معايا. بعد كده بقى هنزل باللحمة بتاعتي اللي قطعناها مكعبات وهبدأ بقى اشوحها مع البصل والثوم اللي حطيناه بالشكل ده كده. قلبيها بقى مع بعض كده كله كده مع بعضه لحد ما كله كده يا جماعة تشرب كده من بعضه اهو كده تمام. شوحتها بقى كويس اديها بس تشويحتين كده. خلاص هي اخدت كده تشويحتين معايا كده مع البصل والثوم. بعد كده بقى بكون مجهزة عندي فلفل يعني فلفل اخضر فلفل احمر براحتك خالص. هتعملي كده واحد احمر وواحد اخضر، ولو ما عندكش احمر مفيش مشكلة هتحطي فلفل اخضر وخلاص. وعندي كمان هنا طماطمتين كده قطعتهم قطع صغيرة وهبدأ برضو اشوح الطماطم. يعني طبعا ما بننزلش بقى بالخضار بتاعنا كله كده مرة واحدة، كل ما بتنزلي بصنفه من الخضار بتديله تشويحة كده مع اللحم. ومعايا كمان هنا معلقة صلصة كبيرة. طبعا لو ما عندكيش صلصة ممكن تبشري طماطمتين كده وتحطيهم، بس الصلصة بقى بتخلي لونها حلو معانا كده بالشكل ده. وهبدأ اشوح كده كله مع بعضه. وبعد كده بقى يا جماعة عندي هنا التوابل بتاعتي. معايا هنا فلفل اسود ومعايا كمون ومعايا قرفة وجنزبيل ومعايا كمان بابريكا ومعايا توابل لحم وحطيت كمان معلقة من الملح. يبقى حطيت فلفل اسود وكمون، حطيت قرفة وجنزبيل. القرفة بقى بتخلي ريحة اللحمة بتاعتنا وطعمها خطير جدا. وحطيت كمان معلقة كبيرة من البابريكا. وطبعا لو حابة تحطي بصل بودر توم بودر براحتك خالص. هنزل بقى كده بشوية من المية يا جماعة وهبدأ بقى اقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه على البوتاجاز لحد كده ما تاخد وتدي كده مع بعضها. وطبعا اللحمة بتاعتنا يا دوبك بس واخدة غلوتين بس، هسيبها بقى تستوي شوية كده في الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. هغطيها بقى واسيبها كده تغلي بقى غلوتين كده مع بعض وبعد كده نشوفها مع بعض. كده خلاص يا جماعة اللحمة بتاعتي خلاص دخل على سوا كده خلاص، اللهم بارك ما خدتش مننا اي وقت خالص. بعد كده بقى طفيت عليها النار. وبعد كده بقى جهزت الطواجن بتاعتي. طبعا انت لو ما عندكش طواجن هتحطيها في صينية واحدة، بس الطواجن برضو بتخلي يعني للاكل طعم حلو جدا يا جماعة. هغرف بقى الطواجن بتاعتي بالشكل ده كده. وطبعا بقى لسه ما تخش الفرن كده وتاخد لون كده جميل معانا بجد حاجة كده من الاخر. غرفت كده الطواجن بتاعتي يا جماعة بالشكل ده كده. وطبعا في الوقت ده كده بكون مجهزة الفرن عشان تدخل على فرن سخن وبشغلها من فوق ومن تحت. يعني هتقعد حوالي تلت ساعة وهنشوفها بقى بعد ما تخرج من الفرن هتكون عاملة ازاي. شايفين شكلها كده شكلها قبل ما تدخل الفرن. هدخلها بقى الفرن وزي ما قلتلك هتقعد حوالي 20 دقيقة، وطبعا على حسب الفرن بتاعك برضو.
كده خلاص بعد ما خرجت بقى من الفرن، اللهم بارك، كانت حلوة جدا. بحط لها كده بس شوية من الخضرة عشان تكسر معانا اللون. بجد بقى جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا. وطبعا لو الوصفة عجبتك ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.